انا نفسي اعرف انت ليه مش عايزني اقوم اساعدك. انا عايزك تساعد نفسك وتذاكر، عشان التعليم ده من اهم الحاجات اللي في حياتك. ليه؟ بيفتح مخك وبينوره وبيخليك ذكي، وبيه تقدر تساعد نفسك وتساعد غيرك، وفوق كل ده بيخليك قوي. ما انت عندك كل دوت وبتساعد الناس وذكي، رغم انك ما اتعلمتش ولا عمرك في يوم دخلت مدرسه. ومين قال لك اني ما اتعلمتش؟ انا اتعلمت، بس علام صعب شويه. علام بيوجع ويعلم جواك قبل ما يعلم على جسمك. وده كان في مدرسه ايه؟ مدرسه الحياه. على كده مدرسه الحياه زيها زي مدرستي مفيش فرق بينهم؟ لا طبعا في فرق كبير قوي. ايه هو؟ في مدرستك انت بتروح تاخد دروس عشان تتعلم ازاي تعدي الامتحان، انما في مدرسه الحياه بتاخد الامتحان عشان تتعلم الدرس. يعني في مدرسه الحياه بتاخد الامتحان قبل الدرس. بالظبط كده. اول امتحان هيقابلك في الحياه هو امتحان الظروف. لو اشتكيت منها هتسقط، انما لو واجهتها هتنجح. تاني امتحان في الحياه بقى هيقابلك هو امتحان الحب. لو طوعته تسقط، انما بقى لو ركنته تنجح. تالت امتحان ده بقى عامل زي الرياضه كده عندكم، صعب، وهي الحياه نفسها لانها فيها حسابات كتير ومسائل مكعبله. طب دي احلها ازاي ولا انجح فيها ازاي؟ بص في ورقتك، مالكش دعوه بورقه غيرك. يا عالم غيرك دوت حلل صح ولا غلط، ومش بعيد تكون ورقته مبقعه او مقطوع منها حته او الاسئله مش باينه فيها، وانت عمال تبص في ورقته وخلاص. مش مهم بقى الاجابه كامله ولا ناقصه. عشان كده لو عاوز تنجح في امتحان الحياه ارضى بورقتك وخليك راجل وحلها بطولك، وساعتها هتنجح. لا يا عم خليني في مدرسه احسن، ده انا تهت. انا قلت كده برضه.